تخيل إن في ناس أقل منك في المهارة وأقل منك في الذكاء كمان، بس بيكسبوا فلوس أكتر منك. الغريب بقى إنهم مش شغالين أكتر منك ومش بيجتهدوا أكتر منك بشكل جنوني. ساعتها تسأل نفسك سؤال واحد: أنا بعمل إيه غلط؟ الحقيقة إن المشكلة مش في المجهود، المشكلة في تركيبة مهاراتك. في حاجة اسمها إنك تبقى شاطر في حاجة واحدة، وحاجة تانية إنك تبقى مميز بسبب مجموعة مهارات بسيطة مع بعض، والفرق بينهم ممكن يغير دخلك بالكامل. الموضوع بسيط جدا، بدل ما تحاول تبقى الأفضل في مهارة واحدة، أنت بتجمع كذا مهارة كويسين مع بعض، وده بيعمل قيمة أكبر بكتير مما تتخيل. لأن في السوق القيمة مش بتتقاس بمهارة واحدة، بتتقاس بالنتيجة اللي بتقدمها. خليني أديك مثال. في واحد اسمه سكوت آدمز صاحب كرتون ديلبرت. هو مش أفضل رسام ولا أفضل كاتب ولا أقوى كوميديان، بس هو جمع رسم زائد كتابة زائد كوميديا زائد فهم بيزنس بسيط. لو بصيت لكل حاجة لوحدها هتلاقيه عادي جدا، بس لما جمعهم مع بعض عمل حاجة مختلفة ومميزة جدا. ليه؟ لأنه دخل منطقة مفيش فيها زحمة منافسة، وده أهم جزء في الفكرة. كل ما تجمع مهارات أكتر، كل ما تقل المنافسة المباشرة عليك، وتبقى بدل ما أنت نسخة من ناس كتير، تبقى أنت تركيبة صعب تتكرر. طيب تبدأ إزاي؟ ابدأ بحاجة أنت كويس فيها، وبعدين ضيف عليها مهارة تانية تساعدها. مثلا لو بتعرف تكتب، اتعلم تسويق. لو بتفهم ناس، اتعلم إقناع. لو بتشتغل تصميم، اتعلم محتوى أو بيع. لو شغلك عادي، اتعلم أساسيات بيزنس. المهم مش تبقى عبقري في المهارة الجديدة، المهم تبقى فاهمها وتقدر تستخدمها. الحلو في الموضوع إن المهارات مش محتاجة سنين عشان تبقى مفيدة. في شهور قليلة بس تقدر تبقى فوق المتوسط في حاجة جديدة، وده كفاية جدا يفرق في دخلك. في النهاية الفكرة بسيطة، مش لازم تبقى الأفضل، لازم تبقى مختلف ومفيد. ابدأ جمع مهاراتك مع بعض وشوف ازاي تقدر تستخدمهم بطريقة جديدة، لأن اللي بيكسب في الآخر مش دايما الأذكى، لكن اللي بيعرف يركب مهاراته صح. ابدأ النهاردة، لأن الفرق الحقيقي مش في المجهود، الفرق في التركيبة. وخليك دايما أفضل من امبارح.